اتمنى يا جماعه النشرات تكون عاجباكم. والنهارده الجمعه والساعه 7 بالليل، وده ميعاد نشرتنا الاسبوعيه المجنونه بتاعت الاسبوع ده عن تويتر. ودنا كان كتير. اهلا بيكم بالتكنولوجيا. ايلون ماسك اشترى تويتر من 3 ايام من وقت ما سجل الفيديو ده ب 44 مليار دولار، 44 بليون يو اس دي تو اي جي بي، 1,064,800,000,000 Egyptian pounds. 1.6 تريليون جنيه مصري. ده تمن تويتر، رقم هبل يعني. الراجل ده في 3 ايام من بعد ما اشترى الشركه دي عمل كام حاجه. اول حاجه رفض السي او بتاع الشركه، قال له سلام انت بقى. رفض ست كانت قرفاه في المحاكم وكانت على طول تيجي تقول له ايلون انت محتاج تكون بتقدم اوراق معينه عشان نكمل بتاع. رفضها. والشخص الثالث اللي رفضه شخص كل اللي عمله ان هو قال له بص يا سيدي الشركه اصلا ثمنها ممكن يكون 32 مليار دولار، ولكن حضرتك هتدفع 44 مليار لان انت معاك فلوس واحنا عايزين ناخد منك الفلوس. قالها له كده بطريقه بيزنس يعني، او قالها له بطريقه شبه رسميه. فايلون دخل الشركه الصبح يوم ما اشتراها، دخل بحوض حمام كده وهو داخل مبسوط وبيضحك، وقال للسكيورتي طلع لي ال3 دول من مكاتبهم ارميهم بره. والموضوع ده كمان يا جماعه ما انتهاش على كده. الموضوع وصل لحته ان هو قال لكل المانجرز المسؤولين على موظفين اتفضل اعملي لسته بالموظفين اللي عندك اللي مش ولا بد، عشان هنرفدهم. هنمشي قد ايه من 25 ل 30% من الموظفين اللي شغالين في تويتر اللي هم 7500 موظف هنسرحهم. ده بالاضافه ل5 6 قرارات تانيين ممكن نقعد نتكلم فيهم 10 دقايق كمان، ولكن عشان نشره عشان لسه عايز اقول لكم حاجات تانية على تويتر كتير. ايلون ماسك كان بيقول انا عندي افكار بفكر اعملها ان احنا نخلي تويتر بفلوس للحكومات والبيزنسز الكبيره قوي زي كوكاكولا والناس الكبيره. ولكن لما دخل اعلن على 3 حاجات. اول حاجه تويتر هيكون ب 20 دولار في الشهر للناس اللي عايز تحتفظ بالفيريفيكيشن بتاعها. يعني فور اكزامبل شخص بابليك فيجر على تويتر عليه علامه الفيريفيكيشن هيكون مطالب يدفع 20 دولار في الشهر، وهيكون عنده اقل من 30 يوم ان هو يدفع الفلوس دي، ولو ما دفعتهاش هيخسر علامه الفيريفايد اللي جنب اسمه. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه تويتر هيكون ب5 دولار في الشهر لكل البيزنسز. انت فاتح كافيه، فاتح مش عارف ايه، عشان تقدر تستخدم الفيتشرز بتاعت البيزنس هتكون مطالب تدفع 5 دولار في الشهر. وثالث حاجه ودي بقى يعني ليه تعمل كده، وهي ان تويتر هيكون فيه انك تقدر تعمل فولو لحد، وانك تقدر تعمل حاجه تسمى بالسوبر فولو او السبسكريبشن للحد. واي محتوى هيكون على تويتر هيكون في منه نوعين: نوع المحتوى المجاني اللي انت ممكن تدخل تشوفه كاي شخص، ونوع المحتوى بتاع الفولورز او السبسكريبشنز. وموضوع يخض. وهنا بقى قد تتساءل هو ايلون ماسك بياخد القرارات دي لوحده كده وداخل دماغ؟ لا هو جاب شله صحابه، هم حرفيا شله صحابه ولسته من البورد ممبرز بتوع تسلا وغيرها من الشركات بتاعته. قال لهم كلهم تعالوا دلوقتي ادخلوا معايا في تويتر. فحرفيا تسلا الهيد كوارترز بتاعته بقت عباره عن شويه ناس وعربيات تسلا مركونه تحت كتير جدا في الباركينج. بالظبط الصوره دي انتشرت والموضوع مضحك هبل. عارف لما تفتح شركه تجيب اصحابك، لا بقول لك يا فتحت شركه تيجي تشتغل معايا. سناب شات بتعمل فيتشر روشه جدا اوجمانتد رياليتي، بتخلي الشخص وهو بيشتري نظاره السان جلاسز الجديده بتاعته كده الشمس الحلوه على امازون يقدر اللي هو يختار اوبشن سناب شات، وبعد ما يدخل على سناب شات يقدر اللي هو يلبس النظاره في الاوجمانتد رياليتي ويشوف شكل النظاره عليه من موبايله. والنظارات دي حقيقيه، يعني شكل النظاره اللي انت لابسه وشايفه في كاميرا الموبايل دي نظاره حقيقيه اللي بتتباع بالفيرجن ده من الاستخدامات اللي فعلا روشه في الاوجمانتد رياليتي. كتير قوي بنسمع عن الفيرتشوال رياليتي والميتافيرس وهتقعد تلعب في الفي ار والحاجات دي روشه تمام، بس لما تستخدمها في حاجه هتجيب لك فلوس سيلز اكتر دي حاجه تكون اذكى كتير قوي. هواوي بتنزل موبايل جديد اسمه البوكيت اس، موبايل فولدبل جديد كده من هواوي، ولكن ارخص شويه حلوين من اي فورم فاكتور بيقفل ويفتح بالطريقه دي. طبعا فاهمين احنا بنتكلم عن مين. البوكيت اس هو الابجريد بتاع الهواوي بي 50 بوكيت بتاع هواوي. وهو في الحقيقه ما نقدرش نقول عليه ابجريد لان هو في الحقيقه هو سعره ارخص من البي 50 بوكيت. البي 50 بوكيت كان بيتباع ب 1200 دولار، البي 50 ولا يا ابني هتلاقوا في اسماء قوي. البوكيت اس بيتباع ب 818 دولار بس، وده يعتبر ارخص موبايل. انت سامسونج بتتكلم الكامل بتاعهم زي فولد ولا زي فليب ده الصغنن ده بيتباع ب 1000 وشويه، ده ارخص واحد بيتباع في السعر ده ارخص من الايفون 14 العادي لا فاهم. وعامة كامكانياته هو ما قلش كتير، هو الشاشه الداخليه بتاعته 120 هرتز، ريزولوشن حلو قوي، بيستحمل نفس الفكره بتاعت ال 400 الف فولد يفتح ويقفل
خرافه. هنا بقى بتتكلم في بروسيسور اقل شويه، هو السناب دراجون 778 جي، ده بروسيسور اقل سنه بس ما زال بروسيسور محترم جدا وهيشغل لك البتاع ده. وده ارخص موبايل فولدبل، يعني هو في مصر ممكن ينزل ب 20000 جنيه تقريبا لو عايز تشتريه، ولكن ده حاجه ممتازه الصراحه انك تجربه. من كام نشره اتكلمنا ان تسلا هتكون عايزه تدخل في مجال التاكسيات قريب قوي في امريكا، بيجربوا فكره ان العربيات تكون تاكسي و اوتو درايفنج اللي هي مش محتاج يكون فيها سواق. الموضوع ده اوريدي امبلمنتد من شركات كتيره، حصل فيه كام حاجه مضحكه شويه، ولكن الكلام ده شغال في امريكا في كاليفورنيا حاليا. ممكن تروح تطلب من تاكسي، هي شركه اسمها ويبو تاكسي، تطلب اوردر يجي لك الراجل ياخدك من غير ما يكون في راجل اصلا، هو عربيه كده. واللي داخل فيها مؤخرا واللي بيهدد تسلا تهديد فعلا يحترم هي شركه مرسيدس. مرسيدس عملت ليفل 3 اوتونوموس درايفنج، وده ليفل يعتبر عالي شويه من الاوتوميسيتي اللي هو العربيه تتساق لوحدها. ده ليفل يعتبر ليفل امن، ليفل كويس في اللي هي عربيه تقدر تمشي لوحدها. المهم مرسيدس شغاله بايديها واسنانها، ومن كام نشره قلنا لكم بقى صرفت مش عارف مليار دولار على مجرد باتري فاكتوري موجوده في امريكا، وصرفوا 2 مليار دولار على مش عارف ايه، وبيصرفوا مليارات في ايه عشان في الاخر عايزين يدخلوا الماركت ده بسرعه بتاع العربيات الكهرباء وفي نفس الوقت عربيات السيلف درايفنج. ولكن هيئه الطرق والكباري الدي ام في في ولايه كاليفورنيا قالت لهم عربياتكم لسه مش امنه كفايه، تسلا كويسين انتوا لا، فسلام انتوا بقى. انا حاسس الموضوع العلاقه بين انت الماني وهو امريكاني، امريكاني يسوق في امريكا، الماني لا يسوق في امريكا، يلا سلام. عايز الموضوع كده قوي، بس يعني لسه هنشوف تحديثات اكتر، وهل مرسيدس فعلا الاوتو درايفنج بتاعهم غير امن؟ ده اللي احنا هنكون عايزين نعرفه خلال اليوم الجاي. شركة فرنسية بتنزل بطارية بنوع جديد من البطاريات اللي احنا ما سمعناش عنها قبل كده. في العادي البطارية المجلة بتكون بطارية كده سلندريكال، بطارية سلندر كده حلوة تتحط في اللعبة بتاعتك تشتغل تقعد تسقف لها وتنبسط بيها. بعد كده الموضوع اتطور شوية في الموبايلات، بقت البطارية عشان مش هينفع تكون سلندر، بقت تكون عبارة عن شرايح كده تحط فوق بعض تخلي الموبايل بتاعك يشتغل بطارية ويكون في بطارية أكبر ومساحة أصغر. شركة بقى فرنسية قررت إن هو طب ما احنا ممكن نعمل حاجة مختلفة شوية. نعمل ايه يا شركة؟ نعمل حاجة مختلفة. ايوه ايه هي يا شركة؟ نعمل بطاريات من نوع جديد، وممكن البطارية دي تكون 3D printed بحيث ان هي توفر في المساحة وتقدر تشيل احجام اكتر كتير. تفاصيل الموضوع لسه ما تمش اعلان عنها، ولكن قالوا سريعا كده ان ممكن موبايل زي ده بدل ما هو بيشيل بطارية 2500 3000 بالعافيه، ممكن يشيل 11000 و20000 ملي امبير من غير ما يكون الموبايل زي موبايلات انرجايزر القديمه اللي كانت تخينه كده. ده كان فعلا موبايل كان بتيجي بطاريه 18000 ملي امبير، كان حاجه كده مضحكه جدا اصلا. ده ممكن يكون 18000 ملي امبير في وقت قريب لو التكنولوجيا دي فعلا نزلت على ارض الواقع، ودي الحاجه اللي احنا محتاجينها فعلا في عالم التكنولوجيا اللي هنشوفها الفتره الجايه. تسريبات نزلت من مينغ تشي، الشخص المسرباتي المشهور بتاع ابل، اللي قال لك ان الايفون 14 برو هيجي بالبتاعه دي من كام قد ايه، من 8 شهور قبل ما الايفون 14 برو ينزل. دلوقتي بينزل لك بيقول لك ان زراير الفوليوم اب وداون بتاع الايفون 15 برو مش هيكونوا زراير فيزيكال، يعني مش هيكونوا زراير بتداس عليها ويدخلوا جوه، لا هيكونوا زراير بفايبريشن موتور. انت بتدوس على الزرار فبتحس بفايبريشن زي التاتش باد بتاعت الماك بوكس مثلا. حاجه زي كده لو حصلت هتخلي ابل مضطره تحط 3 فايبريشن موتورز. في العادي الموبايل بيكون فيه واحد فايبريشن موتور تحت كده بيعمل لك كل الفايبريشنز اللي انت ممكن تتخيلها. لو عملوا موضوع الزراير ده هتحتاج ان انت تحط 2 فايبريشن موتورز زياده في الموبايل، فدي هتكون حاجه بتاخد مساحه اكتر، ولكن دي هتكون خطوه في فكره ان الموبايل يكون فيه حاجات متحركه اقل. طب دي تفرق في ايه؟ تفرق ان الموبايل قريب قوي هيكون واتر بروف، مش واتر ريزيستنت اي بي 67 68. لا مش بتكلم الحاجات دي، انا بتكلم هيكون واتر بروف 100%، ودي هتكون خطوه مهمه جدا للموضوع ده. بس كده، دي كانت نشره النهارده. لو عجبك الفيديو لازم تعمل لايك، تشترك في القناه. اشوفكم